السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده باذن الله ان شاء الله هنعمل اقوى واحسن اعلان سيلز بيجيب لك نتائج خرافيه للويب سايت بتاعك بناء عن تجاربي الشخصيه مع البراندات اللي انا ماسكها. دي احسن فورمات للاعلان، جابت لي نتائج كويسه جدا في كل العملاء اللي انا ماسكهم بعد طبعا تجارب كتير جدا وعمل تيستنج ما بين طرق كتير. دي احسن حاجه جابت لي نتائج. شكل الاعلان انت شايفه قدامك ده واللي هو عباره عن فيديو وتحتيه صور من الكتالوج. الإعلان ده المميز فيه إن هو بيجذب العملا بكذا طريقة، فيديو عشان لو العميل بيتشد بالفيديو، وصور عشان لو العميل بيتشد عن طريق الصور، بلس إن كل صورة من دول لو العميل اتشد لواحدة فيهم معينة وضغط عليها الصورة دي هتوديه على لينك المنتج ده اوتوماتيك في الويب سايت بتاعك، فاحتمالية الشراء بتاعته بتبقى أعلى. ده غير أنت زي ما أنت ما شايف الإعلان حجمه كبير، واخد مساحة كبيرة من شاشة الموبايل بتاعت العميل، فكل ما حجم الإعلان يكبر كل ما احتمالية إنه يلفت انتباه العميل بتبقى أكبر، وبالتالي نسبة الconversion بتزيد. فده اللي إحنا هنتكلم عنه إزاي تعمله بالشكل ده علشان بإذن الله تزود مبيعاتك، ومش هابقى عايز منك غير إنك تدعي لي دعوة حلوة. فقوم يلا من غير كلام كتير وإنترو نبدأ. انزل روق عليها بلايك واشتراك جميل في القناة، وهات كوباية الشاي بتاعتك علشان تروق، وتعالى يا باشا الفيديو. وقبل ما نبدأ عايز أقول لك لو أنت مستعد تبدأ تصرف على الإعلانات الممولة علشان تكبر البيزنس بتاعك وتزود مبيعاتك زي نتائج العملاء اللي أنت شايفها قدامك دي اللي كلهم مبيعاتهم بقت في حتة تانية خالص ما شاء الله، وقدرنا ننجح معاهم كلهم رغم إن مجالاتهم مختلفة عن بعض. فلو عايزنا نكون مسؤولين عن الإعلانات الممولة الخاصة بيك علشان نزود مبيعاتك ونكبر مع بعض، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي في صفحة الفيسبوك اللي اللينك بتاعها تحت صندوق الوصف، تقدر تخش تكلمني في اي وقت. بص يا سيدي، هتخش على مدير الاعلان بتاعك اللي كنا انشأنا من عليه قبل كده الفيديو اللي فات الكتالوج، وانشأنا عليه البيكسل هو نفس مدير الاعلانات بس الحلقة اللي قبلها. تمام؟ لو ما كنتش شفتهم ارجع شوفهم عشان تعرف تكمل معايا الفيديو ده. تمام؟ الا لو انت كنت انشأتهم اصلا هم عندك فخلاص خش معايا على طول. هنيجي نضغط على زرار انشاء، وبعد كده ننزل تحت كده شوية، نضغط بعد كده على زرار المبيعات، وبعد كده نضغط على زرار المتابعة عشان نبدأ كامبين السيلز بتاعتنا بالشكل اللي انا قلت لك عليه اللي هو احسن شكل من تجربتي الشخصيه. بص انا مش هقعد اشرح لك طريقه عمل الكامبين ككل واستهدافه كده، انا بس هوريك كيفيه عمل الشكل ده. فهنعدي على الاعلان بصوره سريعه، بس هقف بقى بصوره مطوله عن الجزئيه بتاعه طريقه الشكل بتاع الاعلان، دي اهم حاجه في الموضوع يعني. عايز بقى انت الاستهداف والحاجات دي هسيب لك فيديو تحت صندوق الوصف يوريك ازاي تستهدف وعدد الاهتمامات وتفاصيل الكامبين كلها يعني. تمام؟ عشان ما اقعدش بس ازيد في الكلام، وانا كنت شرحته قبل كده واغلب الناس اللي متابعه القناه شافته يعني. خلاص بس هتسيب الميزانيه بتاعتك وميزانيه يوميه، و الحته دي بتاعه ميزانيه الحمله كلها او يعني نسيبها زي ما هي. تمام؟ عندك هنا اهو اول حاجه بقى بالترتيب كده موقع الويب والمكالمات. أنا مش عايزه كده، أنا عايزه موقع الويب بس اللي هو الويب سايت بتاعي، أنا مش عايز حاجة فيها مكالمات. تمام؟ وبعد كده نيجي هنا هدف الأداء بتاعك إن أنا عايز أزود عدد الconversions، عدد الناس اللي هيشتروا من الويب سايت بتاعي، عدد الناس اللي هياخدوا الأكشن اللي أنا هاحدده له دلوقتي. عندك مجموعة البيانات البيكسل، ده البيكسل اللي إحنا كنا عملناه مع بعض ظهر قدامنا هنا أهو، مهدي أودياس 2. تمام؟ وبعد كده الconversion أو حدث التحويل، وحدث التحويل ده هو أهم حاجة في الموضوع كله. شُفت فوق هدف الأداء اللي هو زيادة عدد التحويلات إلى أقصى حد ده، التحويلات دي هي الحاجة اللي أنت بتختارها هنا. يعني وليكن مثلًا أنا عايز هنا مشاهدة المحتوى دي، وهي إن الناس تخش وتتفرج على الكورس بتاعي كمثال يعني. تمام؟ فأنا عايز أكبر عدد ممكن من الناس إن هم يخشوا يتفرجوا على الكورس بتاعي. طيب أنا عندي منتج وعايز الناس تشتريه، فأنا برضه في الpixel كنت عامل الevent اللي اسمه purchase أو شراء، فأنا هاجي من هنا واختار الشراء، يبقى أنا هنا كده عايز أكبر عدد ممكن من الناس اللي ممكن يشتروا المنتج بتاعي. طب في الحالة بتاعتي أنا مش عايز الناس بس يتفرجوا عليه بس، أنا عايز الناس يخشوا يكلموني، فأنا المفروض هابقى عامل مثلًا هنا كمثال برضه في الpixel إن أنا عايز أكبر عدد ممكن من الناس إن هم يخشوا يكلموني ويسجلوا معايا، فاعمل مثلًا إكمالية تسجيل وهكذا. تمام؟ فأنت حسب الويب سايت بتاعك والحاجة اللي أنت عايز توصل لها، فبتختار event على أساسها، والevent ده هتبقى أصلًا مسطبه على البيكسل زي ما كنا شارحين في الحلقة اللي قبل اللي فاتت. تمام كده؟ بس بعد ما اخترت حدث التحويل اللي أنت عايز تزوده بأكبر صورة ممكنة، نبدأ ننزل تحت كده هتلاقي بقى عندك فيه الجمهور بتاعك، وإنك بقى تعمل كام اهتمام، كام interest، والlocation اللي أنت عايز تستهدفه. تمام؟ أنا مش هاتوسّع في الحتّة دي، لإن معظم الناس عارفاها، وأنا زي ما قُلت لك شارحها في فيديو قبل كده، وهاسيب لك الفيديو تحت في صندوق الوصف.
فيديو طويل شرح كامل لكيفية عمل إعلان ممول تقريبًا 40 دقيقة بالتفصيل، أنا هاشرح لك كل حاجة مفصلة، جميل؟ إحنا عندنا هنا الحملة وجواها مجموعة إعلانية، هنخش بعد كده في الإعلان. الإعلان ده فيه بقى هتختار الصفحة بتاعتك، صفحة الفيسبوك وصفحة الإنستجرام، ما عنديش على threads ولكن هو عملها. بعد كده بدل إنشاء إعلان أنا عايز أختار منشور من المنشورات اللي على الصفحة عندي، جميل كده؟ وبعد كده نبدأ ننزل تحت كده شوية، هو جاب لي على طول أهو الكتالوج اللي أنا عملته معاكم الفيديو اللي فات، لو تفتكر اللي هو فيسبوك أند إنستجرام بروفيشنال كورس، تسويق الفيسبوك وإنستجرام ده حتى الاحتراف، ومجموعة المنتجات. إحنا لو تفتكر في الفيديو اللي فات كنا قايلين إن إحنا عملنا كتالوج، وجوّه الكتالوج عملنا كذا إيه، كذا مجموعة أو كذا set، فأنت عندك هنا هتلاقي الsets بتاعتك أهو، اللي هو أول مجموعة كورسات التسويق على جوجل، وكورسات تسويق على السوشيال ميديا والproducts دي فيها كل المنتجات بتاعتك، اللي إحنا مثلًا إيه، في الحالة بتاعتنا اللي هم المنتجات دي، بس هي بتختفي أهو. دول المنتجات بتوعها. فوليكن مثلًا أنا عايز في الحالة بتاعتي أسوّق كل المنتجات بتاعتي مرّة واحدة، لإن أنا منتجاتي قليلة، لو أنت في الحالة بتاعتك مثلًا بتبيع ملابس عندك أنواع كتير وأقسام كتير، فمش هينفع تعمل كده طبعًا، إعلان الرجالي لوحده، وإعلان الأطفالي لوحده، وإعلان البناتي لوحده وهكذا، تمام كده؟ وممكن أختار دي بس، اللي هو كورسات مثلًا إيه، تسويق على السوشيال ميديا، اللي هم كانوا 3 كورسات فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، ودول اللي شغالين حاليًا بصورة عملية، بيتم شرحهم عملي ولايف علشان لو أنت عايز تسألني على أي حاجة وأنا باشرح لك وأنا قاعد معاك كده، تقدر تسألني عليها أول بأول، ده غير المتابعة الشخصية وقت الكورس وبعد انتهاء الكورس، عشان لو أنت شغال لو أي حاجة وقفت معاك أو واجهتك، تقدر تخش تكلمني على طول direct عشان أحلها لك بإذن الله يعني. فوليكن مثلًا إحنا هنختار هنا إن المجموعة اللي إحنا هنشتغل عليها اللي هي كل المنتجات اللي عندنا، تمام؟ بعد كده نبدأ نختار الفيديو أو الصورة اللي إحنا هنشتغل عليها، ولكن إحنا هنختار فيديو مش صورة، لإن الفيديو إحنا هنبقى حاطين تحتيه صور، فيبقى بنشد العميل بالطريقتين. فتحديد كده ونختار مثلًا ده الفيديو اللي إحنا هنشتغل عليه، متابعة كده، تمام، هيبدأ يظهر لنا هنا أهو، بُص كده، أدي الفيديو بتاعنا هنا أهو، وتحتيه صور المنتجات هنا أهي. وطبعًا لو أنت عندك منتجات كتير، فهتلاقي في صور كتير ظاهرة هنا، وطبعًا ده أنا أرشحه لك، إن أنا بس عشان كده لو تفتكر أنا خدت المجموعة اللي فيها 4 منتجات، عشان يبقى في هنا أعرف أوريك هيبقى في منتجات كتير. طبعًا كل ما بتكتر كل ما هيبقى أفضل، كل ما يشد العميل يعني. طب وهل كده خلصنا؟ خلاص لأ، ده أنت عندك أهم حاجة بقى اللي هو الزرار اللي هيوديك على الويب سايت لمّا العميل يضغط عليه، اللي هو اسمه الدعوة لاتخاذ إجراء، إضافة زر نضغط عليها وبعد كده تحط لينك الويب سايت اللي أنت عايز العميل يروح له، تمام، ففي الحالة بتاعتي أنا هاحط لينك الكورسات بتاعتي، في الحالة بتاعتك أنت ممكن يبقى عندك كذا option، وليكن لو أنت مثلًا عامل فيديو بيتكلم عن الخصومات وعامل في الويب سايت بتاعك page خاصة بالخصومات، فأنت هتحط لينك الصفحة دي. لو أنت عامل إعلان مثلًا عن القسم الحريمي، فأنت هتحط لينك القسم الحريمي، الأولادي فأنت هتحط لينك القسم الأولادي. المهم أقصد يعني اللي الفيديو بتاعك أو الإعلان بتاعك بيتكلم عنه، حُط اللينك بتاعه هنا، فمش لازم يبقى ثابت، يعني أنت بتغيّره على حسب القسم اللي أنت عايز العميل يخشه، بلاش تحط له لينك الhome page، النتيجة بتبقى ضعيفة، ما تحطش لينك الhome page، حُط لينك اللي العميل هيخش عليه على طول يلاقي الحاجة اللي شافها في الفيديو، فاهم قصدي؟ المهم بعد كده هنا الكلمة اللي بتظهر على الزرار، دي حاجة مهمة جدًا وبتفرق على فكرة، فغالبًا لو أنت بتبيع حاجة فأنت هتخلّيها تسوق الآن أو shop now. فالحالة بتاعتي أنا لو أنت بتبيع كورسات أو حاجة يعني زي كده مش ملموسة أوي، فمن أحسن الحاجات اللي بتجيب هي كلمة الحصول على العرض دي أو get offer لمّا بتبقى ظاهرة على العميل بتحفّزه إن هو أصلًا يضغط على الزرار فاهمني، بتحسّسه إن حاجة فيها عرض، وبعد كده نضغط على زرار تحديث المنشور علشان يبدأ يظهر كلمة الحصول على عرض أو get offer، دي حلوة جدًا على فكرة نفسيًا مع العميل بتفرق معاه. خلاص كده إحنا خلّصنا الشكل بتاع الإعلان بتاعنا من برّه، ده أحسن شكل ممكن يظهر للعميل، يعني لو تاخد بالك اطلع فوق كده سِنّة، بُص حجمه قد إيه، يعني اسم الصفحة بتاعتك وبعد كده الcaption المكتوب وبعد كده الفيديو والزرار والصور اللي تحت، فهتلاقيه واخد الscreen بتاعة الموبايل بتاعته من أولها لآخرها، فاحتمالية إن هو يركّز أو ينتبه معاك بتبقى أكبر كتير، وبالتالي نسبة المبيعات بتزيد، تمام كده؟ كده إحنا خلّصناه كشكل. تمام، ما فضلناش غير إن إحنا ندوس زرار نشر، ولكن عايز أأكد عليك مهم جدًا إنك ما ينفعش تنشر الإعلان بالشكل ده، كده أنت مش هتجيب نتايج يعتبر، لازم على الأقل يبقى عندك هنا minimum 3 adset دي أو 3 مجاميع إعلانية،
جوه كل مجموعة ما لا يقل من الأفضل ما لا يقل عن 3 إعلانات. فخلّيني أعملهم معاك كده بسرعة. هنضغط هنا على زرار duplicate تكرار، تمام، وأزوّد دي كده تكرار، وطبعًا ده بالتفصيل هتلاقيه في الفيديو اللي سايبه لك تحت في صندوق الوصف زي ما قُلت لك، ولكن أنا باعملها معاك سريعًا عشان لو أنت عارف المعلومة فبس أبقى باذكّرك بيها وأنت تشتغل بيها يعني على طول، تمام. هاضغط بعد كده على زرار تغيير المنشور عشان أختار الفيديو التاني اللي أنا هاستخدمه، وليكن مثلًا اللي هو ده كمثال. بعد كده أضغط على زرار المتابعة، تمام، هتلاقيه اتضاف هنا أهو على طول وتحتيه الحاجة، ونضغط على زرار إضافة زر ما ننساش. فالحالة بتاعتي قُلنا هيبقى اللي هو الحصول على عرض، تمام. ولو أنت عايز على فكرة تيست ما بين كل إعلان والتاني أو بين كل فيديو والتاني تحط له زرار مختلف، لو أنت يعني شاكك إن ممكن يكون في زرارين مش عارف أنهي فيهم نتايجه أحسن، فممكن عادي تحط على فيديوهين كل واحد فيهم زرار مختلف، ولكن أنا شايف إن الget offer دي بتبقى فعلًا بتجيب معايا جدًا، فأنا هاختارها زي ما هي. بعد كده أضغط على زرار تحديث المنشور. بس خُد بالك من حتّة إن أنت لو أنت غيّرت الفيديو وغيّرت الزرار، فأنت هيبقى عندك هنا متغيّرين، يعني أنت مش عارف أنهو اللي شَد الناس أكتر، هل الفيديو اللي هو اللي شَد الناس أكتر عشان كده دخلوا، والّا هل الزرار اللي غيّرته هو اللي شَد الناس أكتر؟ فحاول تثبّت الفيديو وتغيّر الزرار، أو تثبّت الزرار وتغيّر الفيديو عشان تعرف إيه اللي جاب أكتر مع العميل يعني، تبقى بتتعلّم، فاهمني؟ وآخر إعلان فيهم، تمام، وبرضه تيجي تغيير المنشور وتختار الفيديو التالت اللي أنت هتستخدمه، تمام. خلّينا مثلًا الفيديو ده كمثال. طبعًا الفيديوهات كلّها تبقى بتتكلّم عن نفس الحاجة، تمام، لإن أنت هنا كنت مستهدف اهتمامات معيّنة، وليكن مثلًا ملابس حريمي، فأنت لازم ال3 فيديوهات اللي تحت المجموعة دي ال3 يبقوا بيتكلّموا عن الفيديوهات الحريمي، ما ينفعش يبقى فيديو بيتكلّم رجالي وفيديو بيتكلّم حريمي، يبقى أنت خُد بالك من حتّة التثبيت دي، فاهمني؟ المهم خلاص إحنا اخترنا دول، وبرضه نضيف الزرار وحاجة عشان ما انساش لإنها ظهرت معايا قبل كده وحد دخل كلّمني عليها. لو أنت مشيت نفس الخطوات دي ولقيت إن هنا ال3 الصور اللي تحت دي ما ظهرتش، فأنت هتلاقيه غالبًا تقريبًا في الحتّة دي بيطلّع لك رسالة كده لونها أصفر شوية، بيطلب منّك يعني إنّك تأكد عليه إن المنتجات اللي أنت حاططها في الكتالوج اللي إحنا حطيناها مع بعض الفيديو اللي فات، هل أنت موافق إن هي تتحط في الفيديو بتاعك أو في الإعلان بتاعك؟ فأنت مجرّد هتخش كده لمّا تلاقيها ظاهرة هنا تقريبًا كانت ظاهرة في الحتّة دي أو هنا، فأنت هتخش عليه هتلاقي في زرار لونه أزرق كده يقول لك تأكيد المنتجات تقريبًا حسب ما أنا فاكر، فهتخش عليه وتبُص تتأكد إن هو الكتالوج اللي أنت كنت عامله، وتقول له تأكيد فهتلاقيهم ظهروا هنا، بس أنا قُلت أأكد عليك فيه عشان لو ما ظهرتش على طول تبقى عارف إن هيبقى في زرار أنت محتاج تدوس عليه هيؤدي إن هم يظهروا هنا، تمام، إنما غير كده هتلاقي الدنيا ماشية معاك بإذن الله زي الفل يعني. بعد ما اخترنا هنا ال3 فيديوهات بتوعنا تحت مجموعة إعلانية، فإحنا محتاجين على الأقل نعمل 3 مجاميع إعلانية عشان نبقى بنتست ما بينهم فنطلع بأحسن نتيجة ممكنة. ما تكسّلش في الحتّة دي لإنها مهمة جدًا، تمام. هنعملها إزاي؟ نضغط على ال3 نقط اللي هنا وبرضه تكرار ونقول لها تكرار 2 duplicate يعني تكرار، فيبقى عندنا هنا بالشكل ده 3 مجاميع إعلانية جوّه كل مجموعة 3 فيديوهات، دول بحد أدنى، ممكن تزوّد عن كده طبعًا ده يُفضّل جدًا وزوّد. من تجربتي الشخصية كل ما creative أو الفيديوهات أو الصور بتزيد، كل ما النتايج بترخص، كل ما بتبقى أحسن، كل ما بتسيب فيسبوك يتست أكتر، فبتطلع بأحسن نتيجة ممكنة. فأنا كده سريعًا عملت لك كان أهم حاجة فيها كان شكل الفيديو لإن ده أنا عارف إن شاء الله هيفرق معاك جدًا. فيها 3 adset جوّه كل adset فيهم 3 ads تمام، بالشكل زي ما أنتم ما شايفين، وده شكل الإعلان أنا قُلت لكم حاولوا توصلوا له، لإن ده أكتر حاجة هيجيب معاكم نتايج، إن هو يكون من فوق كده في الكتابة بتاعته، وأنت بتختار الpost من عندك من على الصفحة، وعندك بعد كده الفيديو، وبعد كده الصور اللي من تحت أهي، وجوّه وكل صورة فيهم لمّا يضغط عليها بتوديه على المنتج نفسه اللي عملناه عن طريق الكتالوج اللي كان في الفيديو اللي فات. وفي الفيديوهات اللي جاية بإذن الله هابدأ أوريك كمان لو أنت الويب سايت بتاعك فيه عدد كبير جدًا من المنتجات، إزاي ترفعها بصورة أوتوماتيك. يعني المهم هيبقى في شرح تفصيلي أكتر باستفاضة بقى بصورة احترافية في الفيديوهات اللي جاية. اعمل لايك واشتراك وركّز معايا الفترة الجاية علشان هتستفاد جدًا بإذن الله. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش لو عندك أي أسئلة ممكن تنزل تكتبها تحت في الكومنتات أنا باقراهم كلّهم، أو ممكن تخش تكلمني على صفحتي على الفيسبوك، هاسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف وفي أول كومنت، وكمان لينك التسجيل في كورس التسويق على فيسبوك وإنستجرام من البداية للاحتراف هاسيبه لك تحت في صندوق الوصف وفي أول كومنت مع برومو كود كده هدية ادّيه لهم وأنت بتسجل وقُل لهم إنك جاي من اليوتيوب عشان يفعلوا لك الخصم. ولو محتاج أي شغل ليه علاقة بالإعلانات الممولة على السوشيال ميديا أو على جوجل أدز
هاسيب لك رقم الواتساب بتاعي في صفحة الفيسبوك اللي اللينك بتاعها تحت صندوق الوصف. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.